هنعمل مع بعض بيتزا الكب كيك. بس قبل اي حاجة، انا نسرين يوسف، واسم على اليوتيوب والفيس يوميات نسرين يوسف. يا ريت اللي ما يشتركش في قناتي يشترك وتحطوا اللايك. معانا هنا كوبايتين دقيق هنزل فيهم في العجان، وهنزل بمعلقة خميرة كبيرة ورشة ملح ومعلقة سكر صغيرة ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة لبن بودرة كبيرة، وهلف المواد الجافة دي مع بعض كده بالعجان الأول. هضربهم مع بعض. هضربهم مع بعض لغاية ما اتأكد ان كل المكونات دخلت في بعضها. هحط هنا معلقة زيت كبيرة او معلقتين. بعد كده هنزل بقى بالمية بتاعتي، مية دافية. انا معايا هنا كوباية مية باللي انا معايرة بيها الدقيق، بس مش هحطها كلها يعني، على حسب نوع الدقيق بقى، انتوا على حسب ما تشوفوا العجينة معاكم، لان الدقيق بيختلف عن بعضه. انا الكوبايتين الدقيق اخدوا معايا 3/4 كوباية مية دافية. هنعجنهم بقى حلو. هنا عجناها اهوتي. هنفردها على حاجة الأول، وهندعك فيها شوية بحيث ان نخرج منها الهواء. وبعد كده هجيب بولة أو طبق، هدهنه مسحة زيت، وهنزل بالعجينة فيه وهسيبها وهسيبها هسيبها تخمر شوية. هنا خمرت معانا اهيتي، هنفضي منها الهواء، وبرضو هنعجنها شوية، وبعد كده بقى نحاول نقطعها. هحاول ان انا الف فيها كده بحيث ان هي تبقى رول طويل كده، وهقسمه. الكوبايتين الدقيق عملولي 20 قطعة كب كيك. الكوبايتين الدقيق عملولي 20 قطعة كب كيك. طبعا طريقة البيتزا كده في الكب كيك حاجة تانية. هنا بقى هنبدأ نقطع الكور صغيرة متساوية. هنقطع كل العجين اللي معانا الكور صغيرة. هنا بقطعها اهوتي كور صغيرة متساوية، وطبعا هسيبها على جنب لما تخمر كمان برضو. يبقى انا معايا كوبايتين دقيق، عليهم رشة ملح، معلقة سكر صغيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة خميرة كبيرة، معلقة لبن بودرة كبيرة، ومعلقتين زيت، ومية للعجن، مية دافية للعجن. كوباية الا ربع مية على حسب نوع الدقيق بتاعكم، عشان الدقيق بيختلف عن بعضه. ونعجنهم ما نلاقي العجينة معانا حلوة طرية مش بتلزق، يبقى كده تمام. كده انا بخلص الكمية اللي معايا كلها هيتي بقطعها. انا عايزه اقول لكم ان بصراحه بيتزا الكب كيك جميله جدا، وطريقه سهله وبسيطه ومفيش فيها اي حاجه. بحاول ارصهم كده علشان اغطيهم.
هحطهم طبعا بكيس نضيف، وبعد كده احط عليه فوطة واسيبها تخمر شوية. هنا انا بغطيها اهوتي، هسيبها تخمر شوية ونرجع تاني. هنا زي ما انتم شايفين اهوت، ما شاء الله العجينة بتضاعفت معانا. هبدأ بقى ان انا افردها كده في حجم القرصة كده او اكبر شوية. اخلصها وبحطها في صينية الكب كيك. طبعا بقى انا معايا هنا الحشو، زي ما انتم شايفين معايا هنا زيتون متقطع وطماطم متقطعة صغيرة، قطع صغيرة، ومعايا فلفل، ومعايا طبعا جبنة موزاريلا، وعندي هنا جبنة قديمة حطيت عليها حبة البركة، وحطيت عليها معلقتين زيت زيتون وهرستها. هحشي بيها برضو، اللي عايزها عادي واللي مش عايزها عادي، مفيش مشكلة. انا طبعا بحاول ان انا افرد العجينة وبحطها في الصينية معانا. انا حطاها في الصينية مباشرة، لا دهنت الصينية ولا حطيت ورق كب كيك ولا كلام من ده. احنا كده خلصنا الكمية بتاعتنا ايه، وعملنا صينية الكب كيك كلها. هبدأ بقى ان انا احشي بقى واحدة واحدة. بحط الطماطم الاول، وبعد كده احط الزيتون، وبعد كده الفلفل، وهحط طماطم من اللي انا عاملاه بتاع جبنة من اللي انا عاملاها دي بحبة البركة، وبعد كده بقى احط الجبنة الموزاريلا على الوش. شوف انا عاملة العجينة ازاي، اعملوها زي كده بالظبط، يا دوبك على الطراطيف كده، حاجة بسيطة العجينة عشان لما تيجي تزيد معاكم. انا حطيت الطماطم الاول، وبعدين الزيتون، وبعدين الفلفل، وبعدين جبنة من اللي انا عاملاها بالجبنة قديمة بزيت الزيتون وحبة البركة، وبعد كده بخلي بقى الجبنة الموزاريلا في الاخر خالص. يلا حبايبي، انزلوا باللايك وكومنت حلو منكم. بكده بقى احنا خلصنا الكمية اللي معانا. على فكرة انا عاملة في صينيتين الكب كيك، الكوبايتين الدقيق عملولي 20 قطعة كب كيك. فانا عملت في صينية كب كيك، والصينية التانية عملت فيها 10. طبعا كده بعد ما سويناه في الفرن، ما شاء الله شايفين الشكل وشايفين اللون والطعم بقى حاجة تانية. بجد جربوها، جميلة وخفيفة وسريعة ومفيش فيها اي حاجة خالص، والله والله ما خدتش مني حاجة. جربوها تعجب. شايفين الجمال؟ شايفين؟
الحشوة جواها زي ما هي ما شاء الله جميلة وطعم حلو، جربوها هتعجبكم.